سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم تحليه الدقيقه 90 اللي ما يكفيهاش الوقت وتحاولوش دير لهم تحليه ما عليها غير بهاد الوصفه. اللي زرت قناتي اول مره نقول لها مرحبا بك، ما تنساوش البنات الجيم والبارطاج، ربي يحفظكم. هذه هي تحليه تاعنا، تجي بطبقتين بلا فلون، ما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش بودره شونتي بزاف بزاف بنينه، ما فيها لا شوكولا لا فلون. نروح نشوفوا الوصفه، بسم الله على بركه الله. هنا في كسرونه تكون ثقيله راح ندير نص كاس تاع سكر عادي ونحطها فوق النار تكون ناقصه كامل. لازم تكون النار كي الشمعه باش نديرو صلصه كراميل. في هذا الوقت، في نفس الوقت راح ندير زوج كيسان تاع حليب، نضيف لهم ملعقه ونصف تاع مايزينا. هاد الحليب راح نضيفوه لصلصه الكراميل باش نتحصلوا على هنا الطبقه الاولى تجي بطعم الكراميل. ندير ملعقه ونصف تاع مايزينا، ما نديروش السكر لانه درنا السكر في الكاسرونه راح نخليوه يذوب. ونخلط بالفوي جيدا. بعد ما ندير النشا، قلت لكم ديروا ملعقه ونصف تاع نشا، يكون يعني الملعقه تكون معمره. نخلط جيدا ونجيب الكيسان اللي راح ندير فيهم هاد التحليه. هنا عندي صوص كراميل شريتها من برا، تتباع في القرع. راح نديرها من الاسفل كطبقه. هاد صلصة الكراميل تتباع عند لوازم الحلويات، تقدروا تشريوها وماشي غالية، والله ما شفت شحال شريتها بصح. الكو تاعها مليح. راح ندير طبقة لكامل كيسان باش كي نفرغ هذيك الطبقة الأولى راح نتحصلوا على كراميل من الأسفل اللي يجي بزاف بنين. هاد التحلية البنات قلت لكم اقتصادية مليار في المئة، يعني ما فيهاش مكونات بزاف، غير بالحليب وشوية حوايج صغار وانتي حضرتيها. هنا بعد ما تكرمل السكر تاعنا راح نجي نضيف له هذاك الحليب اللي كنا حطينا له نشا. كيما راكم تشوفوا راح يتحجر في البداية، بصح راح يذوب، ما راحش يبقى محجر. هنا نضيف له عطر الكراميل ودرت له 4 ملعقة تاع مارغرين. نتوما انا نسيت المارغرين، نورمالمون نديرها في البدايه مع السكر كي يتكرمل، مي معليش نورمال. هنا راح نبقى نخلط في الخليط تاعي تحريك المستمر حتى يذوب لي هذاك السكر اللي تحجر لي من الاسفل، ويولي الخليط تاعي يثقل باش نحيوها من النار. التحلية سهلة مهلة، يعني في دقيقة تحضريها، ما فيهاش مكونات بزاف كيما قلت لكم. شوفوا هنا درت غير الحليب والسكر والنشا. راح نجي نفرغ الطبقة الأولى. شوفوا نفرغوا الطبقة الأولى نحطوها في الثلاجة. لا حبيتوا تضاعفوا المقادير ديروا 3 كيسان تاع حليب مع زوج تاع نشا، ويديروا لكم الكيسان 6 ليفيغين. والسكر ديروا كاس الا ربع، كاس الا ربع تاع سكر تحطوه ديروه فوق النار باش تحصلوا على صلصه كراميل. كي تحبوا تضاعفوا المقادير تبعوا برك الكيل راح تضاعفوا المقادير. هنا في كاسرونه راح ندير كاس ونص تاع حليب باش نديروا الطبقه الثانيه اللي تجي طعم شوكولا وهي ما فيهاش شوكولا. ندير ملعقه تاع سكر عادي، على خاطر هنا ما درناش السكر لازم نديرو ملعقه تاع سكر عادي. ملعقه تاع كاكاو بني مر باش ما تجيناش هاد الطبقه حلوه، من الافضل انكم ديروا كاكاو مر. بالنسبه للمايزينا، الا درتو الملعقه معمره لازم تكون بومبي، والا درتوها ماشي بومبي لازم ديروا ملعقه ونصف ولا ملعقه وربع. نخلط هاد المكونات جيدا ونديهم فوق النار مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليها. لو كان تغفلوا عليها راح تلصق معكم وتتحرق هذه الطبقه. راح نديها فوق النار غير يغلي الخليط يعقد شويه، خليوه غير يعقد شويه نتوما تنحيوه. هنا درت عطر الشوكولا، اللي عندها تقدر دير، اللي ما عندهاش ما ديرش. عجبكم الفيديو تاع النهار اليوم البنات، خلوا لي رايكم في التعليقات وجربوا هذه الوصفه لانها تجي بزاف بزاف بنينه. هنا بعد ما غلى لي الخليط تاعي راح نجيب ملعقه. حاولوا انكم كي تجيو تفرغوا الخليط ديروا بواسطه ملعقه وفرغوا فوق الطبقه الاولى اللي كنا حضرناها، ولازم تكون بارده يعني حتى تجمد معكم باش تقدروا ديروا هاد الطبقه الثانيه. ولو كان ديروها وهي مازال ما جمدتش راح تثقب لكم الطبقه اللي من الاسفل وتخسر لكم التحليه تاعكم. هنا نفرغ على الكؤوس كامل. وإلا حبيتوا ديروا يعني ضاعفتوا المقادير في البداية درتوا 3 كيسان، هنا راح ديروا 2 كيسان تاع حليب وديروا ملعقتين تاع نشا.
يعني ضاعفوا برك المقادير. هنا بعد ما تجمد معايا الطبقة الأخيرة راح نجيب هذيك صلصة الكراميل اللي كنت درتها في البداية، ندير خطوط من الأعلى، نزين شوية بالكاوكاو يكون محمص ومرحي، وهكا تحصلنا على أروع تحلية. البنات تجي بزاف بنينة، جربوها لولادكم. وقلت لكم خاصة هادو الناس اللي يحبوا الحاجات الاقتصادية هذه ليكم. هاد صلصة الكراميل البنات ماهيش ضرورية، بصح شوفوا من الأحسن أنكم تشريو صلصة كراميل تحتفظوا بها، ديروا بها شحال من تحلية في شهر رمضان. يعني تبقى لكم مدة طويلة. هنا راح ندير قلت لكم شوية تاع كاوكاو، وهكا تكون التحلية تاعنا واجدة. إلا عجبتكم وصفة نهار اليوم بارطاجوها مع الأحباب والأصدقاء، وفي الأخير ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم. الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.